صباح الخير من جزيرة بالي. النهاردة هاخدكم معايا لفة في جزيرة بالي في تشانجو، وهفرجكم على يومي ماشي ازاي. معاكم وائل خاطر. زي ما عرفتكم في الفيديو اللي فات ان انا قررت ان انا اسيب مصر وهاجر لبالي ولمدة سنة، فتعالوا افرجكم يومي بيمشي ازاي والمصاريف اللي بصرفها في اليوم بتبقى عاملة كام. يلا بينا. مبدئيا التحرك هنا في جزيرة بالي بيبقى عن طريق السكوتر معظم الوقت، فعشان كده انا مأجر سكوتر معايا. في انواع كتير من السكوتر زي ما انتم شايفين، بس الافضل هو الان ماكس، اللي هو ده الان ماكس. ده بيبقى تقريبا سعره $100 في الشهر. في حاجات اصغر زي السكوترات العاديه اللي هناك دي بيبقى سعرها تقريبا 70 او $80 في الشهر. طبعا الان ماكس بيبقى اكتر ثباتا واكتر امانا، وفي نفس الوقت حجمه اكبر، فعشان كده بتبقى قاعد مستريح اكتر وما بتحسش بالحركه كتير، مريح اكتر للظهر، عشان مع السواقه كتير السكوتر بيوجع الظهر. يلا بينا ننطلق. هننطلق اول حاجه على الحلاق عشان عايز اظبط دقني، وبعد كده نشوف هنروح نعمل ايه. يلا. طيب يا شباب، وصلنا دلوقتي على حلاق لوكال. هنا الحلاقين اسعارهم غاليه، لان بالذات في منطقه تشانجو. فاحنا عشان هنا حاليا انا قريب شويه من سيمينياك، انا قاعد ما بين المدينتين اللي هي تشانجو وسيمينياك. دول من اشهر الاماكن في بالي، بس تشانجو سياحيه جدا، كلها باك باكرز، كلها اجانب، كلها. سيمينياك كده برضو، بس سيمينياك اكتر كاوتيلات وكده. مهم، فالاسعار في تشانجو من ناحيه الاقامه، من ناحيه الاكل، من ناحيه كل حاجه بتبقى اغلى، او الضعف بتاع السعر الحقيقي بتاعها. يعني ممكن مثلا تحلق شعر ودقن ب 500 جنيه مثلا مصري، يعني في حدود $10، مع انك ممكن تحلق عند حلاق لوكال مثلا بنص السعر بس، او يمكن اقل كمان. كنا عند حلاق هنا قريب من البيت عندي، هو حلاق لوكال اسمه بوتونج رامبوت. الو. Hi, how are you? Good, how are you? I'm good. This is for YouTube, okay? Yeah. You have a free place, like how time I need to wait? Maybe after him, yeah. After him, okay. هنا ده سعر الحلاقة. هنا أرخص بكتير قوي من تشانجو. يعني مثلا لو هنحلق شعر ب 30,000، ولو بيرد تريم برضه ب 30,000. 30,000 يعني 60,000 توتال. لو هتعمل شعر ودقن يعني بالمصري كام؟ تقريبا في حدود 150-200 جنيه بالظبط، يعني تقريبا $4 أو $5. فعشان كده مثلا، علشان كده الحلاقين اللوكال هنا أرخص بكتير قوي من الحلاقين اللي هم الويسترن أو الموجودين في مدينة تشانجو أو سيمينياك. Masir? Oh, Masir. You know, every Indonesian, I say to him, yeah, like I'm from Masir, they say, oh, Masir. They all say, do the same reaction, I don't know why. How long do you do this job? Around 6 years. 6 years. And before? Before I work on cruise ship. On what? On cruise ship. To see? Yeah. What is it? Cruise ship. You know cruise ship? Ship, Yeah, cruise ship, ship. yeah. Ah, like in the sea? Yeah, in the sea. In America. In America? Yeah. And why you come back? Because pandemic. Pandemic. Yeah. كان شغال على كروز شيب، يعني شغال على مركب شراعية في أمريكا. مش شراعية، كان شغال على مركب كروز في أمريكا، ورجع بالي عشان البانديميك بعد ساعة الكورونا. They like fire you, like they send everyone home. Yeah. And then I make this business. And you happy here more or in America? More here. More here. Family, huh? Yeah. Bali is better than America. بيقولوا انه مبسوط هنا اكتر من امريكا. Before my son job, barber. Now my job. You married here? Yeah, married already. Indonesian? The same Malaysian. Indonesia. Yeah, the same. طيب حاليا وصلنا عند مكان انا بحب افطر فيه جدا، تقريبا من احسن الاماكن اللي بيعمل سموزي بول هنا في تشانجو في بالي. ومكان رخيص لان اللي شغالين فيهم عيله مسلمه،
وصعب تلاقي، مش يعني نادرا ما تلاقي مسلمين في جزيره بالي، معظمها هندوس. بس المكان ده بتاع مسلمين، فاسعارهم اقل وارخص من حتت تانية كتير. والعيله اللي هم شغاله جوه دول، يعني انا تقريبا صحابي، لان انا اتعاملت معاهم بقالي سنتين تقريبا. الورونج بتاعهم اسمه ورونج خزانه، موجود في تشانجو. ده الاسم بتاعه اهو. حرفيا بيعملوا احلى سموزي بول موجود في بالي. هلو. How are you? Good, how are you? Good. Miss you. Baby, you come big. Hello, my friend. How are you? Nice to see Long you again. time, yes. Long time. Hello, she become bigger. Yeah, 1.5 years. أنا آخر مرة شفتها كانت لسه بيبي، كانت لسه مولودة. Yeah, This is your big daughter. Hello. Hello, salam, salam. Salam, salam. Yeah. How old is she now? 1.5. 1.5 years. Yeah. Already run here. Salam. She's sleepy. أوريكم الأسعار بتاعتهم. حرفيا مستحيل تلاقي الأسعار دي في أي مكان تاني موجود في بالي. يعني بصوا هنا السموزي بول ب 40,000 بس، والناسي جورينج ب 35,000. لو رحت أي مكان تاني في بالي هتلاقي مثلا السموزي بول دوت عامل 100 أو 100 أو أكتر، 100,000 يعني 300 تقريبا جنيه، يعني مثلا 6-7 دولار. هنا عامل 40,000 يعني تقريبا في حدود 2 دولار، فأرخص مثلا 4 دولار من أي مكان تاني. بصوا حاليا هفرجكم على شكل سموزي بول عامل ازاي. حرفيا وهمي، مش هتلاقوا الحجم ده في بالي او في تشانجو تحديدا، وفي نفس الوقت الحجم والسعر، وفي نفس الوقت الطعم بيبقى خطير. يعني ده سموزي، طلبت سموزي بول بالمانجا. عندهم مانجو سموزي بول، وعندهم زي دراجون فروت سموزي بول. انا بحب المانجا اكتر. بصوا المنظر بتاعه عامل ازاي، بيحط فراوله ومانجا وكمان جوز هند، ده غير البابايا والموز واناناس. حرفيا بيحط كل حاجه في الطبق ده. احلى حاجه تاكلها الصبح في بالي. تقريبا ده من احلى الحاجات اللي ممكن تاكلها الصبح في بالي، حرفيا في الفطار يعني. طعمه خطير، طعمه وهمي. وهنا بصوا يعني هنا بيعصر المانجا، بيخليها زي السموزي كده، بنحط عليها كل الاضافات دي، فبيبقى طعمها وهمي حرفيا. Bye bye. Thank you. See you later. Bye bye. Thank you for having you. I come every day for breakfast, okay? Okay. Yeah. Thank you. Or nasi goreng maybe. Okay. حاليا هنطلق على واحد صاحبي. احنا تقريبا هنداس كده. هنطلق على واحد صاحبي حاليا عايش هنا في بالي، هو مصري. هروح اجيبه بعد كده هننزل نتغدى. هاخدكم معايا افرجكم شويه على الطريق هنا وانا سايق. معرفش هعرف امسك الجو برو ولا لا، بس هحاول على قد ما اقدر افرجكم على الدنيا هنا وانا ماشي، الدنيا عامله ازاي والشوارع شكلها ايه، لان الشوارع هنا ضيقه والسواقه صعبه. وحاجه كمان ان انا بسوق هنا من غير هيلمت، وده طبعا مش اي حد يجي المفروض بيسوق بهيلمت، بالذات لو ما بيعرفش يسوق كويس. لان هنا كمان لو البوليس مسكك مثلا وانت سايق من غير هيلمت بيدفعك غرامه، وساعات غرامه كبيره كمان. بس انا عشان عارف تقريبا يعني عارف معظم نقط التفتيش بتبقى موجوده فين او حفظتها، ف يعني لحد ما بعرف افلت منها يعني. يلا بينا ننطلق. هنا ده الهولدر، قلت كويس لان كمان في سرقه موبايلات. واحد صاحبي موبايله كان هيتسرق بالظبط من يومين، الناس جم جنبه وحاولوا يشدوا موبايل من الهولدر، لولا ان هو مسك في الموبايل جامد كان الموبايل هيتاخد منه. يلا بينا نشغل. طيب اول حاجه بنحط اللوكيشن مدينا بالظبط 13 دقيقه. هنطلق 13 دقيقه. يلا بينا. جوجو، احط الجو برو هنا تحت
بحيث ان جسمنا كله سمارت. فورمه ولا مش فورمه؟ ذمتكم فورمه ولا مش فورمه؟ الجو النهارده حرفيا حر فشخ. ده الوقت بتاع المطر والحر عندهم، يعني الريني سيزون بدأ وكمان الهوت سيزون. فزي ما انتم شايفين كده الواحد خلاص شويه وهقلب سوداني او شويه وهقلب شوكولاته خالص. ودي حاجه حلوه لان هنا اللون بتاعهم حلو الصراحه. طب حاليا وخلاص وصلنا بعد الطريق الطويل ده، كان 13 دقيقه بس الحمد لله انجزنا بسرعه. ده المكان اللي هو قاعد فيه، ده اسمه زي جيست هاوس. بيبقى الناس مأجرة بالأوضة، يعني بيبقى عندك مثلا بتأجر زي استوديو زي شبه المكان اللي أنا قاعد فيه شوية، فزي أوضة كده، ومثلا بتبقى على الشيرد بول، يعني كل أوضة من ديت بتبص على البول فوق وتحت. وده بول شيرد الناس كلها بتقدر إن هي تنزل فيه. الأوضة مثلا ممكن تبقى عاملة $300 في الشهر، وده رقم كويس جدا لأن الأوضة بتبقى كبيرة مثلا واسعة. ده محمد السيد اهو يا جماعة، تقريبا اشترى بالي كلها. كل دي حاجات ديكوريشنز البيت في مصر. ان شاء الله نخلي شقه مصر كانها في بالي. صح، انا حاسس ان هي تبقى بالي اكتر من بالي شخصيا، عشان نقعد في مصر. بصوا مثلا حاجه زي كده ما اعرفش دي بتعبر عن ايه مثلا. دي بتاعت بخور يا عم. بتاع بخور. بخور في البتاع دي. بجد؟ ايوه ايوه صح، والبخور ينزل هنا. انت يا ابن بوزي ولا ايه؟ بيت حتى الليفه من بالي. حتى الليفه. طب مالها اللي هي بتاعت مصر؟ حتى الفرشه بتاعت دي بتاعت الحمام؟ بتاعت الحمام، بتاعت المطبخ يعني. مش دي الليفه اللي زي بتاعت مصر الراجل بيمشي بيها على ظهره دي؟ أيوة. حله دي ايه؟ دي كنكه؟ بس لونها حلو. حلوه. لا انا اكتر حاجه عجباني الايد دي بقى بتنفع في الافراح. دي بتحط فيها مثلا بقى خواتم اي حاجه من الكلام ده كله. هي دي برضو المبخره؟ ايه؟ دي المبخره برضو؟ مبخرة ايه؟ لا دي تحط مثلا فيها خواتم الاكسسوارز. هي بتحط فهمتك أيوة زي على التسريحه او كده. ايوه تحط كده بالشكل ده كده. تحط بقى فيها الاكسسوارز. How much? 54. Thank you. Thank you, sir. I'll take orange water, okay? طيب بتغدى ايه في اليوم؟ معظم الوقت بتغدى اكل لوكال. طيب بتغدى ايه في اليوم؟ معظم الوقت بتغدى اكل لوكال لانه ارخص بكتير جدا من ناحيه الاسعار، فعشان اوفر مثلا ويبقى عامل بادجت معينه للاكل في الشهر، فباكل اكل لوكال وهو شبه الاكل المصري شويه مش مختلف. يعني بجيب رز، ودي 3 انواع فراخ، مثلا فرايد وفراخ بالصوص باربيكيو، فراخ تقريبا معرفش معموله بصوص معين، فالاكل بقى طعمه حلو. مثلا لو بتجيب معاه خضار كمان او كده، ورخيص. يعني الوجبه زي دي مثلا 3 قطع فراخ ورز مكلفاني بالظبط 54,000، يعني تقريبا في حدود 150 جنيه مصري، يعني تقريبا $3. فالاكل هنا يعتبر مش غالي، يعتبر رخيص لو انت بتاكل في محلات لوكال. وانت زي ما انتم شايفين كده مليانه اجانب، يعني اجانب في كل حته.
كل دول بيبقوا باك باكرز جايين هنا، فبيفضلوا ان هم برضه ياكلوا اكل مش غالي قوي او يصرفوا برضه ما يصرفوش كل فلوسهم في الاكل. فزي وجبه زي ما انتم شايفينها كده سعرها تقريبا $3. الاكل بتاعهم طعمه حلو، بس في ناس بتخاف تاكل الاكل بتاعهم لان في ناس كتير بتجيلها حاجه اسمها بالي زي مرض كده او بكتيريا في المعده بتخليه يعني مده 3 4 ايام تقريبا ما بتطلعش من الحمام، عايش جوه. بس احنا كمصريين فيعني معظمنا عندنا مناعه طبعا لان احنا بناكل اكل متعودين يعني، فبالنسبه لنا الدنيا تمام. احلى من كنتاكي والله، طعمه خطير يعني، طعمه مش فارق كتير عن كنتاكي فعلا. هنا عشان الجو حر النهارده، احنا تقريبا الجو النهارده حر جدا، فانت وانت سايق السكوتر من غير ما تحس انت عشان في هوا بيضرب في وشك بس الشمس ضاربه فيك فانت مش حاسس، فبتحس فجاه مره واحده كده ان انت عندك جفاف يعني شفتك وكده، بتحس ان انت خلاص شفايفك بقى عندك جفاف. فعشان كده دايما بحب اشرب اللي هي الاورنج ووتر دي، بتبقى زي ميه برتقال كده او عصير برتقال، دايما بيديك بينعشك من اول وجديد يعني. غير كمان ان هم عندهم هنا زي ميه جوز هند وعندهم حاجات بجوز الهند وحاجات كتير ممكن تبقى لذيذه، وبرده سعرها مش غالي، سعرها يعتبر رخيص يعني. ده اسم الورونج اسمه ورونج سيكا، يعتبر من احسن الورونجات اللي هنا في بالي ومن ارخصها تقريبا. اللي هيتابعني هيعرف ان انا تقريبا بتغدى هم 3 ورونجات بقعد اتغدى بينهم، واحد اسمه ورونج لوكال والتاني ورونج بومي والتالت اللي هو سيكا اللي ورايا ده. بص المنظر هنا عامل ازاي. تقريبا دي كلاب جربانه. دلوقتي حاليا الساعه 4 تقريبا او 4:30، هنطلق دلوقتي على البحر نشوف كده السان سيت هناك عامل ازاي، وبعد كده يومنا يخلص نرجع نشوف شغلنا. Then we go up and we go down. And then we pick up the drinks and they go up and they go down. Tell me how you find Bali. So, welcome to Bali. I've been kidnapped by some vagabonds here and I'm worried about my livelihood, but let's see what happens. طيب حاليا وصلنا على البحر هنا في تشانجو، شاطئ اسمه تشانجو بيتش. تقريبا كل المدينه هنا بتتلم ساعه الغروب ان هي تيجي تحضر يعني كل المدينه بتتلم في وقت الغروب ان هي تيجي تحضر الغروب على البحر. بيبقى في كافيهات زي ما انتم شايفين كده وشيزلونجات وبتاع، وفي ناس بتيجي تقعد عادي من غير اي حاجه. منظر الغروب هنا في بالي يعني حاجه لازم ان انت تحضرها، هتقف في تشانجو عامه لازم ان انت تيجي تحضر الغروب هنا، تقريبا ده من اكتر الحاجات اللي الواحد بيستناها في اليوم.
هنتمشى على البحر شويه، خدكم معايا تتفرجوا على الناس. وكمان الشاطئ ده مشهور، الناس بتيجي هنا تعمل عليه سيرفنج، يعني من اشهر الشواطئ اللي الناس بتيجيها عشان تعمل رياضه ركوب الامواج. لو باين لكم من هنا هتلاقوا الناس من هناك دايما بتيجي وتعمل رياضه ركوب امواج. و كان بيبقى في دروس كمان للناس اللي حابه تتعلم. فده الشاطئ هنا في تشانجو مشهور برياضه ركوب الامواج والسيرفنج، غير وقت الغروب كمان. Hai. Ya Allah, Mbak. Mahal lagi. How is the corn today? Good? Yeah, it's good. How much is one? 20,000, bro. 20,000. Yeah. And you put like salt and butter? Yeah, we have garlic butter, spicy butter, Salt, garlic yeah. and butter. Okay. Long one maybe? I want one, but the problem it make my teeth look bad. Oh, yeah. You know? Okay. Thank you. مشهورين هنا بالناس اللي بتبيع دور دايما على البحر، غير كمان الناس اللي هي بتبيع بقى الستات اللي هي بتبيع مثلا بريسلتس وبتبيع زي دي مثلا. Hello. You look beautiful. How are you? I'm good. You want sarong? No, I don't wear sarong. I wear short. But nice hat. Like all your work is here. Huh? All your work is here, right? Yes. I just want. Terima kasih. Kontol? Kontol? Not. بس فهنا معظم الناس بتيجي هنا ساعة الغروب تقضي وقت لذيذ كده بتاع ساعة مثلا أو نص ساعة، بحيث إن هي معظم اللي قاعدين هنا كمان يا إما سياح بيبقوا جايين فترة قصيرة يومين ثلاثة في تشانجو، يا إما ناس جاية قاعدة هنا عايشة على طول شغالة ديجيتال نومادز زي حالاتي كده، اللي هو بيبقى شغال ريموتلي وفي نفس الوقت قاعد في المدينة هنا. فمثلا كل يوم باجي أحضر الغروب وبعد كده تبقى بالنسبة لي ساعة مهمة، يعني بحس إن أنا بفصل فيها عن باقي اليوم يعني. هنا كل الاكشاك ديت عباره عن اكشاك للسيرفنج لركوب الامواج. هنا بتيجي تأجر يا اما بورد على طول، يا اما بتيجي تأجر بورد على طول وتنطلق على طول في البحر لو انت بتعرف تعمل سيرفنج لوحدك، يا اما بتيجي تأجر ليسن او بتاخد درس بيبقى اطول او اغلى كمان، بحيث ان انت بينزل معاك حد زي مدرب او كده يدربك ازاي تعمل سيرفنج. She went in, right? Yeah, he made it. هنا في سلحفاة صغيرة لسه مولودة، فتقريبا كانت بتحاول تنطلق على البحر. Oh no. Oh, it's still here? Why we don't put her inside like direct? We can't put it direct inside? Maybe help you. Go bro. كان دلوقتي في سلحفاة صغيرة مولودة وبتحاول تخش البحر، دايما بيتولدوا على الشاطئ، البيت بتاعهم بيبقى على البحر،
وبعد كده البيضه بتفلت وهي بتحاول تفضل تعوم لغايه الشط وبعد كده تخش المايه جوه. فدلوقتي هي مش عارفه ان الموج عالي فكل شويه بيبقى حادفها على بره تاني، فاحنا بنحاول نساعدها ان احنا ندخلها جوه. It came back or you already inside? Hard to tell, I don't know yet. Say hello, say hello. Hello. Yes, hello from Bali. Hello, I'm from Bali. Yes. وبكده بيكون الفيديو بتاعنا النهارده خلص. الناس اتفرجت ووصلت للاخر، ما تنسوش ان انتوا تعملوا سبسكرايب في القناه، لان انا هنزل كل يوم فيديو زي ما انتم شايفين كده، فعايز القناه تكبر في اقرب فرصه لان هي هعتمد عليها كمصدر دخل اساسي. فاشتركوا في القناه، ما تنسوش تابعوني على انستجرام عشان تشوفوا ستوريز يوميه وبيبقى فيها محتوى مختلف، وكمان تابعوني على تيك توك. يلا اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.